اشتريتوا الفانوس ولا لأ؟ كل سنة وانتم طيبين. عاوزة اقولك ان احنا مش هنضيع وقتنا كله في وقفة المطبخ، يعني الحاجة اللي ممكن تعمليها في ساعتين ممكن تعمليها في تلت في نص ساعة. عشان كده النهاردة جايالك ب5 حشوات تقدري تستخدميهم في اكلات كتير جدا، تحديدا السمبوسك. هتوفر عليكي وقت ومجهود، وكمان لو عندك عزومة هتنجزك جدا. صلوا على الرسول نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. اول حشوه هنعملها هصاج اللحمه المفرومه. جبت 5 بصلات كده حلوين، قطعتهم كده بالسكينه، ممكن تضربهم في الكبه. طاسه فيها شويه زيت سخنتهم. هبدا اخلي البصل يدبل تماما وياخد افتح درجات اللون المكرمل، وده بيفرق جدا في طعم العصاج. الكميه دي اضيف عليها كيلو من اللحمه المفرومه، خلي النار تكون عاليه. هنبدا نفكك اللحمه ونقلبها لحد لما تخش في التسويه لونها يغير. هنجهز البهارات، شويه من الملح والفلفل الاسود والبابريكا والسبع بهارات ورشه جوز الطيب، لو مش حابه شويه قرفه، وبس كده. ما تضيفيش حاجه تاني. تقليبه عشان اضمن ان اللحمه تكون مستويه سوا تام. هضيف شويه ميه كده سخنين واهدي النار واغطي عليها، وهنسيبها تستوي كده على مهلها عشان اضمن ان اللحمه تكون مستويه. عاوز اقول لكم ريحتها تجنن. جربوا تكرملوا البصل قبل اضافه اللحمه، بجد بيفرق في الطعم. هنزل بالكميه كلها في البوله واسيب العصاج يبرد، لان في اضافه اخيره هضيفها بعد شويه، بس بعد ما اسيبه يبرد. نخش بقى على الحشوه التانيه مميزه. جبت كيلو من الفراخ البانيه، غسلتها بالملح والليمون وصفيتها وقطعتها قطع صغيره خالص على البلانش على قد ما نقدر. طاسه فيها شويه زيت، سخنيهم قوي، وبعد كده نبدا ندي صدمه للفراخ. في الاول ما نقلبش فيها، نفردها كده، وبعد كده هنقلب قرب لما تبدا تخش في التسويه عشان ما تنزلش العصاره اللي بتكون فيها فتنشف منك. خلاص لونها غير معايا. هنضيف بقى البهارات، ملح وفلفل اسود وكاري وبهارات فراخ، وعندي كمان شويه من البابريكا والجنزبيل. تشويحه البهارات مع الفراخ في الاول بتخلي ريحتها خطيره. نزلت ببصلايه كبيره او 2 وسط برضو قطعتهم. البصل يدبل، وبعد كده هضيف معلقه صغيره من الثوم المفروم، وجبت جزرتين وسط بشر ثوم. الجزر بياخد تسويه شويه. اول لما نقلب وريحه الثوم كده تطلع عليكي، هنهدي النار ونسيب بقى الجزر مع الفراخ يستوي على نار هاديه. لازم ما يكونش في الحشوه معايا سوائل تماما، والفراخ تكون مستويه مع الجزر. شايفين السوائل جفت. اخر حاجه هضيف فلفل الوان مع اخضر، حابه تخليها حار بتكون خطيره. طبعا بتكون مميزه في المكرونه النجريسكو، في الجلاش بتكون حلوه، في انواع السمبوسك. الحشوه الدجاج دي من اجمل الحشوات. نزلت بقى بالكميه كلها، ولازم اسيب كل الحشوات اللي انا بعملها تبرد تماما. يلا بقى نخش على الحشوه اللي بعد كده. الحشوه الثالثه دي هديه مني ليكوا. قطعت بصلايه كده حلوه، شوحتها في شويه زيت لحد لما تدبل. معلقه صغيره من الثوم المفروم، ريحه الثوم تطلع عليكي. كنت سلقه كوبايه من البسله، لازم اسلقها عشان ما تاخدش تسويه معايا. وبشرت جزرتين متوسطين. الجزر هنا بياخد تسويه شويه. هضيف شويه ميه سخنين وهدي النار واسيبه يستوي تماما مع البسله، ما يكونش ولا نقطه ميه في الحشوه، تجف تماما. سلقت بقى 3 حبات متوسطين كده من البطاطس بقشرهم، وقشرتهم وقطعتهم مكعبات صغيره، ونزلت بشويه من البابريكا والكمون والفلفل الاسود والملح والكاري، هيديكي لون وتستحل. وقلبي طبعا كل حاجه مستويه. اخر حاجه هنضيف فلفل الوان مع اخضر، دقيقتين وارفعي الحشوه دي من على النار. هتغطي بقى على الفراخ واللحمه اقتصاديه وطعمها حلو قوي قوي في السمبوسه. جربوها تعجبكم. هبدأ بقى اسيبها تبرد ونخش على الحشوه الرابعه مميزه قوي. معلقتين من الزيت، معلقه من السمنه، معلقتين كبار من الدقيق ما يكونوش مليانين. هنبدأ نشوحهم اكننا بنعمل بشاميل بالظبط. يتشوحوا كويس بدون ما ياخدوا لون عشان ما يغمقوش لون الجبنه. هبدأ بقى انزل بكوبايه الا ربع من الحليب بدرجه حراره المطبخ على ربع كوبايه تاني من الميه، ونقلب والنار ما تكونش عاليه. ادي الميه. جهزي لي بقى كوبايتين كبار من الجبنه الموتزاريلا بدرجه حراره المطبخ، ولا خارجه من التلاجة ولا من فريزر. هنبدا نقلب لحد ما الجبنه تسيح تماما. واخر حاجه هضيف معلقه كبيره من حبه البركه، اعزز من القيمه الغذائيه، بيكون طعمها خطير. عاوزه اقول لكم كل ما تختاري نوعيه جبنه موتزاريلا حلوه، كل ما تلاقي المطه معاكي بتوصل لحد سقف المطبخ. هوريكم دلوقتي. شايفين ما شاء الله المطه خطيره. جهزت بقى صينيه ودهنتها بالزيت كويس جدا جدا. هوريك ازاي تقطعيها. انزلي بالجبنه وسويها كده بايدك وسيبيها تبرد تماما، ودخليها على التلاجة لحد لما تتماسك. واخر حاجه هنقطعها مع بعض. الحشوه بقى الاخيره، ودي الاقرب لقلبي. اي نوع جبنه تحبيه. دي كانت متوسطه الملح، ولا حادقه ولا دلع. الكميه طبعا اللي تحبيها. هبدا افككها كده، وبعد كده ابدا اهرسها بالشوكه. افككها بالسكينه الاول، وهضيف عليها كوبايه كبيره من الجبنه الموتزاريلا عشان الاقي مطه كده في السمبوسك وانا باكله، مع معلقه كبيره مليانه من الزعتر المجفف. وتدعيلي بتكون في منتهى الجمال. بسيطه وسهله ومتوفره وموجوده في كل بيت الحشوه دي. جبت بقى الاطباق الفوم وفصلت كده بكيس تلاجة عشان الاكل ما يتفاعلش مع الاطباق دي.
قسمت بقى العصاج لجزئين، الجزء الاولاني ساده دايما بستخدمه لصينيه الرقاق وصينيه الجلاش، والجزء التاني للسمبوسك ضفت عليه شويه من البقدونس الاخضر الورق بس بدون العيدان. جربي هيعجبك جدا جدا. عملت طبقين، واحد ساده واحد بالبقدونس، وطبعا انا بديكي افكار واختيارات، لكن دي حاجه ترجع لك، مش حابه خلاص. وادي بقى حشوه الدجاج زي ما قلت لك نقدر نستخدمها في حاجات كتير بعيد خالص عن السمبوسك، ليها اكتر من كذا استخدام لانها فعلا طعمها مميز جدا جدا. وحشوه البطاطس اللي بجد هتغنيكي، يعني لو انت مش عندك فراخ او لحمه جربيها، اقتصاديه ومفيده وفيها كل العناصر الغذائيه، خضار مع جزر. وادي بقى الجبنه، مش بشيلها في فريزر على فكره الحشوه دي تحديدا، قبل ما انسى بحطها في التلاجة وبسحب منها. اللي بالجبنه الموتزاريلا بقى خلاص اتجمدت، هبدا بقى ان انا اقطعها لمكعبات صغيره خالص على قد السمبوسك، سواء هتستعملي السمبوسك العادي او البف. وطبعا الحلقات اللي جايه هنعمل كل ما تتخيليه عن شهر رمضان اللي ممكن يريحك ويوفر عليكي وقت ومجهود. انتظروا اقوى الحلقات باذن الله تعجبكم، واوعوا تنسوا خالص الدعاء ليا. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وكمان قولوا لي بتتابعوني من اني بلد، وايه احلى حشوه حبيتوها. عاوزاكم تجربوا حشوات النهارده. شايفين قطعت الجبنه قطع صغيره، باذن الله افكار جديده هعملها معاكم الفتره اللي جايه، وبالف هنا.